همسه، انت بتعملي ايه يا همسه؟ احنا بنذاكر يا بابا، في حاجه ولا ايه؟ وانا كل لما اشوفك يا همسه الاقيكي بتذاكري، انت كده هتتعبي من كتر المذاكره دي. لا يا بابا مش هتعب ولا حاجه، اطمن. ازيك يا عم؟ ازيك يا حبيبتي؟ مين البنت دي؟ دي صاحبتي اخويا بابا اللي في العماره اللي جنبنا. خدي يا همسه، انا مش قلت لك ما تمشيش مع البنت دي لان مش محترمه؟ حقك عليا يا بابا والله انا اسفه، بس الصراحه يا بابا البنت اخويا دي عسل قوي وكمان طيبه وغلبانه. همسه انا قلقان عليكي يا همسه. تقلقش عليا يا ابو همسه يا عسل، انت اهم حاجه انت تروح تكمل شغلك وما تخافش على بنت. ماشي يا حبيبتي، خدي بالك من نفسك وانا هروح شغل. يلا سلام. امال يا همسه انت باباكي كان بيقول لك ايه؟ ما كانش بيقول لي حاجه يا اخويا، كان بيقول لي بس خلي بالك من نفسك وكده يعني. طب بصي بقى يا همسه، انا عايزاكي تعرفيني كل حاجه عنك وما تخبيش عليا حاجه ابدا، مش انا اختك برضو؟ طبعا يا اخويا يا حبيبتي، انت اختي وكل حاجه ليا وصاحبتي، انا بحبك قوي. امال هو فاضل قد ايه على درس مستر محمود؟ فاضل ساعه يا دوبك كده، هروح اغير هدوم الشغل واجيب فلوس الدرس من بابا ونتقابل في الدرس. ماشي يا همسه، وانا اروح اجيب حاجه الدرس واقابلك هناك. باي. الله ينور على الشغل بتاعك يا همسه يا عسل انت. تعالي يا همسه، امال انت متزوقه كده ورايحه فين يا قلب بابا؟ رايحه الدرس بتاعي عشان الامتحانات قربت وانا لازم اشد على نفسي في المذاكره وكده. ربنا معاك يا روح قلبي. هو انت هتروحي الدرس دلوقتي؟ ايوه يا بابا، انا كنت محتاجه بس 300 جنيه عشان فلوس الشهر بتاعت الدرس. بص يا همسه، انا المهندس بتاعي مرضاش يديني اي فلوس الشهر ده، فتستنيني بس لحد بكره، هتصرف في اي فلوس وهجيب لك ال 300 جنيه بتوع الدرس. والله العظيم يا بابا مش هينفع اخش الدرس من غير ما ادفع له الفلوس عشان المستر مش هيرضى يدخلني. طب يا هينفع يا همسه اجي معاكي اخش استاذن من الاستاذ ان هو يدخلك؟ والله العظيم يا بابا الاستاذ ده اهم حاجه عنده الفلوس، مش هيرضى يدخلنا. طب بص يا همسه، تعالي نروح له وما تخافيش انا هستاذنه. حلو قوي الكلام ده، لازم اعرف ادهم بيه. ادهم بيه عايزه يا بنتي يا خوخ؟ انا عرفت اخبار عن البنت همسه. ايه الاخبار بسرعه؟ ابو همسه خدها وراح عند استاذ محمود ان هو يرضى يدخل همسه الدرس، وانت عارف ان ابو همسه ما معهوش فلوس واستاذ محمود ممكن يحرجهم. لا عاش ولا كان اللي يحرج همسه وانا عايش. فلوس درس مستر محمود ده كام يعني؟ 500 جنيه. 500 جنيه؟ طب خد الفلوس دي اديها لهمسه وبلغيني بالاخبار اول باول. حاضر يا ادهم بيه. هو ده مستر محمود يا بابا. ازاي حضرتك يا استاذ محمود؟ اهلا. مين ده يا همسه؟ ده بابايا يا مستر محمود. خير جايباه وجايه ليه؟ كنت جاي استسمحك بس يا استاذ محمود، انا مش هقبض مرتب الشهر ده، فكنت عايزك تدخل همسه الحصه بتاعت النهارده، وانا ان شاء الله هتصرف في فلوس وهاجي اديك فلوس الدرس. خد بنتك وامشي، مش ناقص قرف، ولما تجيب فلوس الدرس يبقى انت وتعالى. هي صاحبتك دي يا همسه معاكي في الدرس؟ ايوه يا بابا، بس انا مش عارفه ايه الفلوس اللي هي اديتها له دي. يا استاذ محمد اتفضلوا، انا اسف كنت كلمتك بطريقه وحشه. حقك عليا يا ابو همسه، كنت كلمتك بطريقه مش كويسه. لا عادي يا استاذ محمود، اهم حاجه بس ما تزعلش همسه. همسه في عينيا، انت زي بنتي، بعملها زي ما بعمل بنتي بالظبط. صح يا همسه؟ صح يا مستر محمود. يلا بينا عشان نبدا الحصه بتاعتنا، وروح انت يا بابا الشغل بتاعك. ماشي يا روح قلبي، خدي بالك من نفسك، هروح انا بقى الشغل. امال يا اخويا انت جبت منين فلوس الدرس ال 300 جنيه اللي انت دفعتيهم لمستر محمود؟ الصراحه مش انا اللي دفعتهم. امال مين اللي دفعهم يا اخويا؟ بصي وراكي كده وانت هتعرفي. يا همسه اسمعيني بس. ابعد عني، انت عايز مني ايه؟ يا همسه انا بحبك والله ومش قادر ابعد عنك، انا نفسي نبقى اصحاب. هو البعيد انا مش بقعد مع اولاد، انا لو بابا شافني هيموتني. انا ممكن اروح لبابا واقول له ان احنا ممكن نبقى اصحاب واعوضك عن كل حاجه. بابا عني عن كل حاجه يا سيدي، مش عايز منك حاجه. يا همسه انا بحبك قوي يا همسه. حلو قوي ده. انت متخلف، انت ازاي تمسك ايدي يا حيوان؟ الفلوس اللي انت
انا هوريك يا حيوانه. ازيك يا بابا؟ مالك يا همسه حبيبتي؟ في ايه كده مالك؟ شكلك زعلان. مش زعلانه ولا حاجه يا بابا، في بس حاجه حصلت كده زعلتني. في ايه يا حبيبتي؟ انت قلقتيني عليكي. مفيش حاجه يا بابا، بس قولي انت هتدفع فلوس الدرس امتى؟ بكره ان شاء الله يا حبيبتي. هروح للمهندس اللي انا شغال معاه، هجيب منه فلوس الدرس وهجيبها لك يا ستي، وانت روحي اديها للاستاذ محمود. حاضر يا بابا، انا هطلع بقى عشان اغير هدومي وانزل اكمل شغل معاك. لا يا حبيبتي، اطلعي انت ارتاحي عشان شكلك تعبان. حاضر يا بابا. انت ورايا ليه يا خوخ؟ لا ابدا مفيش حاجه يا همسه، اصل انا شفتك مش من الدرس على طول، فقلت لما اطمن عليكي. عارفه اللي حصل النهارده ده يا خوخ؟ لو حصل تاني، لا انت صاحبتي ولا انا اعرفك، انت فاهمه؟ انا اسفه يا همسه، اللي حصل ده ما عادش هيحصل تاني، بس انا كنت عايزه اساعدك. ماشي يا خوخ، حصل خير. ما تزعليش مني يا همسه. مش زعلانه منك يا خوخ، خلاص انا ماشيه. ادهم بيه، عايزه انت كمان؟ انا جبت لك الفيديو اللي انت قلت لي صورهولك. وريهولي. الله ينور عليك يا بنت يا خوخ. واقول لك خدي دول، مش خساره فيكي. مبسوط مني يا ادهم بيه؟ طبعا طبعا مبسوط منك، بس احنا لازم نعمل حاجه نضرها بالفيديو ده. انا عرفت احنا هنعمل ايه. هننشر الفيديو ده على السوشيال ميديا علشان نفضحها، وهي هتجيلك رقعه تحت رجلك. يا بنت اللعيبه، هو ده انا هنزله دلوقتي. لازم اهرب من هنا بسرعه. كده قشطه قوي. عم محمد، هي همسه فين؟ هي في البيت، انت عاوزه ايه منها؟ في البيت. الصراحه يا عم محمد حصل حاجه كده وانا لازم احكي لك عليها. حصل ايه يا بنتي؟ قلقتيني. شوفوا الفيديو ده كده. يا نهار اسود، ازاي همسه بنتي تعمل كده؟ امسكي يا همسه، يا همسه، انت يا وليه ام خوخه؟ عايز يا راجل انت بتندع كده ليه؟ بنتي همسه قاعده عندك. وتقعد عندي ليه؟ انا بنتي خوخه ما بتقعدش معايا الاشكال دي، انت بنتك اصلا مش محترمه. انا بنتي مش محترمه؟ تصدقي انت وليه يا بومه؟ انا يا ابو ما يا راجل يا زباله، ما تقلبش من هنا اهو. حسبي الله ونعم الوكيل. انا نفسي اعرف مين اللي صور الفيديو ده، واللي صور الفيديو ده ما جابش وانا بضربه بالقلم ليه؟ اكيد حد ورا الموضوع ده وهو بيعمل فيها كده، وانا لازم اعرف هو مين. بابا، انت مش بترد عليا ليه يا بابا؟ صدقني والله العظيم انا ما عملتش حاجه غلط. امال الفيديو اللي انت ماسكه ايدي الولد ده فيه ومتشير في العالم كله اسميه ايه؟ والله العظيم يا بابا انا متربيه على الصح، وانت عمرك ما ربيتني على الغلط، صدقني. طب احكي لي يا همسه، ايه اللي حصل؟ في ولد بيضايقني بقاله شويه يا بابا، وهو اللي دفع فلوس المستر محمود، ولما رحت سالته انت عملت كده ليه مسك ايدي وقال انا بحبك، وانا ضربته بالقلم والله العظيم يا بابا. جدع يا همسه، ده عيل قليل ادب ويستحق اكتر من كده كمان. بس الفيديو ده يا همسه في حد وراه واحنا لازم نعرفه. خليك انت يا بابا، انا اللي هجيب دليل براءتي بنفسي. ربنا معاك يا حبيبتي. لا برافو عليكم. انا اسف يا ست هاني، ما كنتش اقصد والله. لا لا عادي، حصل خير ولا يهمك. ايه ده يا نهار اسود، انت شكلك تعبان قوي، مالك في ايه؟ مفيش يا ست هاني، في ناس ضحكوا عليا واذوني. ضحكوا عليك؟ ضحكوا عليك ازاي يعني؟ انا مش فاهمه. انا هفهمك كل حاجه، بس انا عايز اعرف ايه ده. يا نهار اسود، ايه دي؟ مين اللي عمل فيك كده؟ ده موضوع كبير قوي، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل فيا كده. لا انا ما ينفعش اسيبه لوحده. طيب تعالى معايا. هتوديني فين يا ست هانم؟ سيبيني. تعالى بس. بابا، انا حبيبي بابا، امال انت كنت فين كده؟ انا كنت بدرس من الصبح علشان عليا امتحان بكره، ادعي لي بقى. ايه ده؟ امال همسه اختك فين؟ انتوا مش خارجين مع بعض؟ همسه خلاص
الدرس وروحت بدري. ماشي يا حبيبي بابا، يلا روح انت وانا اخلص شغلي في المستشفى واجيلك على طول. حاضر يا بابا. خليك هنا، هروح لبابايا وهجيلك على طول. حاضر. بابا همسه تعالي هنا، انت مش مخلصه الدرس بتاعك بدري؟ كنت فين؟ اصل الصراحه كده يا بابا، انا قابلت واحد غلبان قوي وكان تعبان وانا جبته هنا عشان تعالجه. امال هو فين ده يا همسه؟ تعالى معايا يا بابا. ايه ده؟ هو راح فين؟ هم الناس دول عايزين مني ايه؟ الناس دول عاوزين يأذوني، دول ما عندهمش رحمة. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. بص يا همسه، انا مش عاجبك على التاخير اللي انت اتاخرتيه دوت، بس لو عملت كده تاني هتتحبسي في البيت وهتتضرب. صدقني يا بابا، انا كان فعلا معايا واحد وكنت عايزاك تعالجه، بس والله العظيم انا مش كذابه. خلاص يا همسه الكلام خلص، يلا روحي على البيت واستناني لحد ما اجيلك. حاضر يا بابا. تعال. هيكون راح فين بس يعني يا ربي؟ لا انا مش هروح البيت، انا هدور عليه لحد ما الاقيه، واللي يحصل بقى يحصل. طمني على القطع على بتاعت محمد الكفيف. شلنا كلتين من جسمه وكلها ايام وهيموت. في داهيه، هو كده ولا كده مش خسرت حاجه، بالعكس ده احنا هنريحه. الناس اللي جايين من بره مصر عشان ياخدوا كلية محمد جايين النهارده، اقول لهم ايه؟ انت اتفقت معاهم على كام؟ ما اتفقتش على سعر لسه. حلو قوي، اتفق معاهم على 10 مليون دولار. تمام، هبلغهم وارجع. دكتور يا دكتور، انت اللي جايك المستشفى هنا؟ يلا اطلع بره. والنبي يا دكتور انا كنت عاوز اعمل عملية في عيني علشان ارجع اشوف تاني. انت معاك فلوس العمليه دي؟ لا يا دكتور مش معايا فلوس، انا كنت جاي بس اطلب من حضرتك انك تعمل لي العملية علشان ارجع اشوف تاني. تمام، هنعمل لك العمليه. بجد يا دكتور، ربنا يخليك يا رب. يا دكتور ايه ده؟ انا لسه ما بشوفش. يا دكتور يا دكتور. حسبي الله ونعم الوكيل. هيكون راح فين يعني؟ انا رحت له كل الاماكن اللي هو ممكن يكون فيها. بابا همسه لسه لحد دلوقتي ما رجعتش البيت. ازاي الكلام ده؟ دي كانت عندي من ساعتين وقالت لي انها مروحه. بابا انا قلقانه على همسه قوي، ماما قاعده ترن عليها وتليفونها مغلق. طب يلا يا هلا انت روحي البيت وانا هدور عليها واجيبها. حاضر يا بابا. ايه ده؟ انت ايه اللي موقعك على الارض كده؟ انا بدور عليك من بدري. همسة صح؟ ايه ده، انت عرفت اسمي منين؟ سمعت باباك وهو بيقول اسمك، انت اسمك جميل قوي. طب قول لي بقى، انت اسمك ايه؟ انا اسمي محمد. انا اسف يا همسة اني مشيت، بس انا كان لازم امشي. كان لازم تمشي ليه؟ انا هحكي لك على كل حاجة، بس ما تحكيش لابوكي اللي انا هقوله لك ده. طيب ماشي يا محمد، احكي لي. قبل ما اشوفك يا همسة كنت رحت المستشفى علشان كنت عاوز اعمل عملية في عيني علشان ارجع اشوف تاني، وساعتها قابلني دكتور احمد. هو ما كانش راضي يعمل لي العملية لحد ما استرجيته عشان يعملها لي، وما اعرفش ايه اللي حصل. بعدها دكتور احمد وافق ان هو يعمل لي العملية وانا كنت مبسوط قوي. فجأة لقيت نفسي مرمي في الشارع وعلى عيني رباط ضغط. فكيت رباط الضغط وبفتح عيني لقيت نفسي برضو لسه ما بشوفش، واتلقيت في ألم في جنبي جامد. جنبي كان بيوجعني قوي، بحط ايدي على جنبي وحصل اللي حصل. يعني بابا هو السبب في كل اللي بيحصل لك ده؟ انا ما كنتش اعرف ان هو ابوك. انت لما خدتيني المستشفى ورحت اتكلمت مع دكتور احمد وعرفت ان هو ابوكي، انا هربت على طول. انا اسفه يا محمد. ما تتاسفيش يا همسه، انا طول عمري عايش لوحدي، بس انا فرحان قوي ان انا هموت
وانت قاعده معايا. ما تقولش كده يا محمد، بعد الشر عليك. هتوحشيني يا همسة. مع السلامة. مع السلامة. محمد خلاص، اللي انت كنت خايف منه مات. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. ربنا يسامحك على اللي انت عملته بقى. ربنا يرحمك يا محمد.